السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير بسيطلات ديال الدجاج. هذا اللوز منسم بالماء الزهر والقرفة والعسل. هذه المرقة ديال الدجاج، وهذا الدجاج من بعد ما فرتته كنحتاجو هذه زليفة، هذه طبيصيل صغير ولا شي حاجة باش ديروا البريوه والموس باش نقطعو. كيف ما تشوفوا معايا كنديروا البريوه الورقة بحال هكا، كنديروا اللوز خصكم ضروري تطبقوه بحال هكا. كنديروا الدجاج، عاد كنديروا تكون 3 ديال الطبقات. صافي كنجمعوها. باش تشوفوا درت الطبقه الاولى ديال الورقه، دابا غادي ندير الثانيه، غادي نجمعها. شوفوا فاش كديروا الطبقات صافي كنجيو كنقادوا الورقه على هذا الشكل. ممكن تستعملوا حتى هذه الدائره. كنعاودوا نديروا ورقه اخرى، نوريكم انا الطريقه دغيا. هذيك اللي درتو هنا هذه غديروها لتحت باش كتجيكم البريوه مدوره، لان هي هاد الورقه هذه اش غادي نديروا هادشي اللي كاين كنقضيو به الغراض وصافي. كيكون عندي شي نهار الوقت وغادي نصور لكم. انا عندي البسطيله الكبيره كاينه في اليوتيوب، كاينه زعما الطريقه في الفيديو. هادو بسيطلات صغير، ان شاء الله يكون عندي الوقت ونصور لكم الفيديو كامل. صافي كتجي لهذا الشكل. من غادي نسالي غادي نوريكم الشكل ديالها كيف جا. الاحسن انا اكثر حاجه كتعجبني انا هي الصيقار، حتى هي ممكن ديروا فيها البسطيله حلوه. نديروا بحال هكا، كديروا الدجاج طريقه واضحه. كندير شويه الزيت باش كتلصق لنا الورقه. كما تشوفوا تيجيو على هذا الشكل.